إذا مشاهدينا مثل ما وعدناكم أنه اليوم راح نكون في الكوت ونتحدث عن مهرجان الأفلام القصيرة. اليوم نشوف الإبداع العراقي في مجال الأفلام، في مجال الدراما، في مجال السينما، رغم أنه الظروف المادية اللي في الإنتاج البعض يعاني منها، إلا أن العراقيين مستمرين في إنتاجهم وأيضا في إبداعهم. فننتقل إلى محافظة واسط، راح نكون في مهرجان الأفلام القصيرة الدولي في واسط. راح تكون ويانا إسراء الخفاجي، وأيضا راح يكونون ويانا ضيوف اللي هو الدكتور فلاح الكناني، أستاذ في كلية الفنون الجميلة جامعة واسط، وأيضا عصام القريشي أحد القائمين على هذا المهرجان. يسعد صباحك يا إسراء. صباح الخير يا إسراء. صباح الخير يا زهراء، صباح الخير يا أحمد، أسعد الله صباحكم إن شاء الله في هذا اليوم. طبعا اليوم راح نتحدث عن مهرجان الأفلام القصيرة الدولي الأول في محافظة واسط. هذا المهرجان الذي أقيم قبل أيام قليلة في محافظة واسط. طبعا أكيد هذا المهرجان ضم الكثير من الفنانين، وكانت انطلاقة أولى للمخرجين المحترفين الذين شاركوا في هذا المهرجان، وكانت أكيد هناك كثير من الجوائز المقدمة ل3 دول مشاركة في هذا المهرجان. لو نتحدث أكثر عن أهمية هذا المهرجان في محافظة واسط وباعتباره الأول في المحافظة، راح ننتقل مع الأستاذ عصام القريشي أحد منظمي هذا المهرجان. نقول له صباح الخير عليك أستاذ عصام. ممكن نتحدث عن أهمية هكذا مهرجانات في محافظة واسط؟ اليوم المحافظة انطلقت انطلاقة جيدة تبشر بخير باحتواء هكذا مهرجانات دولية. بسم الله الرحمن الرحيم. مهرجان واسط للأفلام القصيرة الدولي الأول، لأول مرة في محافظة واسط يقام هذا المهرجان. الهدف من هذا المهرجان هو رفع اسم محافظة واسط بالمحافل الدولية والعربية والفنية. وهذه المحافظة المظلومة اللي ولدت من الفنانين، من المخرجين، من الممثلين الكثير، وآخرهم الفنانة المرحومة أمل طه اللي سمي هذا المهرجان باسمه. هذا هو الهدف الأول من إقامة هذا المهرجان. أما الهدف الثاني هي تنمية قدرات الشباب من المخرجين، من الفنانين، من الطلبة، وربطهم بالمخرجين الكبار من العراق ومن الدول العربية والعالمية، وتنمية قدراتهم واكتساب الخبرات من هذه الدول. نعم أستاذ عصام، لو نتحدث اليوم عن أهمية هذه المهرجانات، هذه الأفلام القصيرة السينمائية، هل ستبشر بانطلاق سينما جديدة وخاصة في محافظة واسط؟ احنا مثل ما نعرف السينما هي موجودة، لكن اليوم المحافظة تختصر لم تكن هناك سينما موجودة في المحافظة. اليوم أهمية هذا المهرجان لافتتاح سينما في المحافظة. محافظة واسط معروفة بإنتاج الأفلام، وكانت هناك صالات للسينما في عهد الثمانينات وقبل الثمانينات وحتى في التسعينات، يعني حتى قبل سقوط النظام كانت عندنا دور عرض وموجودة هذه الدور، وأيضا هناك مخرجين. إن شاء الله يبشر واقع الفني للإنتاج الأفلام بخير. أذكر مقولة شاركنا بها في مصر عندما قال الأستاذ عادل عمار: احذروا السينما العراقية إنها قادمة. فهذه الكلمة كبيرة، فمعناها أنه هناك إنتاج أفلام دخلت في واقع الحيز وواقع المنافسة. هو مو فقط الأفلام، لكن هناك أيضا مخرجين على مستوى محترفين من الشباب اليوم اندمجوا في هذا المعترك الفني أو الثقافي مثل ما نسميه. اليوم افتتحت الكثير من الأفلام القصيرة اللي مدتها ما تتجاوز 15 دقيقة أو 10 دقائق، وأكيد هذه ما راح تكون مملة بالنسبة للمشاهد. نعم، هسه مثلا بطبيعة الأفلام اللي أنتجتها مؤسسة سنتر فن النعمانية للسينما والمسرح، هذه مؤسسة فتية يعني لمدة سنة مضى على تكوينها. أنتجت الآن 3 أفلام، وهذه ال3 أفلام شاركت بمهرجانات عالمية ورفعت اسم المحافظة بصراحة. يعني شاركنا في الدنمارك عن طريق الانترنت، شاركنا بهولندا، شاركنا بالمغرب، وآخرهن في مصر، وحصلنا على جائزة أفضل فيلم بفيلم دموع دجلة وفيلم مثنى.
أستاذ، لو ننتقل للدكتور فلاح الكناني، تدريسي في معهد الفنون الجميلة في محافظة واسط. أستاذ فلاح، ممكن نتحدث اليوم عن هذه السينما وكيفية رفض السينما بالمخرجين المحترفين، وخاصة من محافل الدول العربية والأجنبية. اليوم هذا مد جسور التواصل بين واسط والدول العربية، شلون راح يكون هناك أيضا مهرجانات؟ هل سيكون انطلاقة جديدة للمحافظة؟ صباح الخير يا عراق، صباح الخير محافظتي واسط الحبيبة. الحقيقة مهرجان واسط الدول السينمائي كان إلى الدور الفعال، وإن كان بجهود فردية، وفكرة المخرج عباس العبودي. تحياتنا للمخرج المبدع عباس العبودي، هو اللي أيضا كان حاضرا في المهرجان ودعم الكثير من الأفلام القصيرة السينمائية. البادرة بصراحة كانت بمساندة ومساعدة ووقفة جادة من قبل مؤسسة سنتر فن النعمانية، بعد أن تم الاتصال بالأطراف الحكومية من الحكومة المحلية، والذي طبعا أشيد بدورهم الفعال لتنشيط هكذا حركة. نعم، للمؤسسات الفنية أيضا لها دور على فاعلية الشباب. سيدتي، السينما صناعة، والإنسان أيضا صناعة. إن كنت تريدين خيرا فاصنعي خيرا، وإن كنت تريدين شرا الله يبعدنا من الشر. نعم أستاذ، اليوم لو نتحدث عن تبادل الخبرات في محافظة واسط من المخرجين المبدعين الفنانين الثقافيين في كثير من المجالات مع الدول والمحافل الدولية، يعني طبيعة الحال الاحتكاك جدا مهم، الاحتكاك الفني، الاحتكاك الرياضي. يعني الفريق اللي لم يلعب مقابل فريق آخر أقوى من عنده ما ممكن أن يكتسب خبرة. المهرجانات الدولية لها علاقات وطيدة طبعا بفكرة الفيلم، بنوعية الفيلم، بطريقة الإخراج والأساليب المتنوعة. هذا إلى دور، لكن اللي يشيد إلى أنه يقام في محافظة واسط مهرجان دولي، هذه طبعا بادرة كلش كبيرة بصراحة، مع العلم المعروف عليها أنه تقام في مركز العاصمة. نعم، الإمكانيات هي طبعا مثل ما شفناها بالإمكانيات محدودة اليوم في المحافظة. أستاذ، لو نتحدث اليوم عن رفض الحركة الفنية ورفض السينما العراقية، هل سيكون لكلية الفنون ومعهد الفنون انطلاقة جديدة نحو التقدم بما أنه إقامة مثل هكذا مهرجانات في محافظة واسط؟ الله يبارك فيك، سؤال طبعا جدا وجيه وذكي. سيدتي، المؤسسة الفنية ليست فقط رافد، إنما هي معطى وثمرة تولد هكذا منتجات وهكذا طاقات. المؤسسة الفنية، وأنا خريج كلية فنون جميلة 91، كنا بصراحة من كل الأنواع وكل الأجناس وكل الطوائف وكل القوميات. لم نعرف سوى أن يكون فن اختصاص سينما يعمل مع المسرح، والتشكيل يعمل مع التصميم وهكذا، فكان لدينا اندماج ومشاركات يعني تفوق الخيال. لذلك هذه المؤسسة عليها أن ترفد من قبل وزارة التربية، من قبل وزارة التعليم العالي، وأن تفتح هكذا أقسام، وإلا ستموت الحياة داخل المياه. العلاقة الوطيدة بين الفن والمجتمع علاقة متواصلة، علاقة متفاعلة. إن لم تكوني فاعلة
فيكون السكون وارد بصراحة. إذن هذه العلاقة التفاؤلية إن شاء الله تكون موجودة. هل ستشهد محافظة واسط افتتاح مثل هكذا مهرجانات دولية؟ نعم سيدتي، نعم. قبل مهرجان الدول السينمائي كان هناك عندنا يوم الفن الواسطي، وكانت بدايات أيضا فردية بصراحة بمساعدة ومساندة أيضا الحكومة المحلية وبعض المؤسسات الحكومية. لدينا مشاريع بأفكار بصراحة أكبر من أن تكون دولية. لدينا مشروع عالمي، وهي ربما مفاجأة تأخذها سبق صحفي قناة العراقية من خلال برنامج صباح الخير يا عراق. وأيضا يقام في واسط أن يكون عالمي بصراحة، ونسعى مع الجهات الساندة والثقافية أن يكون عالمي ونتجاوز الدولية وإن كان بأدوات بسيطة. نعم، اليوم لو نتحدث نرجع أستاذ على كلية ومعهد الفنون الجميلة، هل هناك ستكون صناعة للأفلام جديدة في المحافظة؟ بالنسبة لمحافظتنا وكليتنا الجميلة ومعهديها للفنون للبنين والبنات، للأسف لا يوجد هكذا قسم، والحجة أنه لا يوجد كادر، وكذلك لا يوجد قسم مسرح، كذلك لا يوجد قسم موسيقى. القسمين المتواردة في الكلية هو قسم التربية الفنية وقسم الفنون التشكيلية. نعم إسراء. نعم. لقلة الإمكانيات، ولهذا نسعى من وزارة التعليم نعم العالي إسراء. أن تستقبل يعني الكوادر الاختصاص. كذلك معهد الفنون الجميلة نعم يا إسراء. في قسمين. في هذه السنة فتح قسم الفنون التشكيلية. إن شاء الله كل التوفيق أستاذ. نعم يا زهراء وأحمد. نعم، شكرا لك صراحة، وإلى ضيفيك الكريمين. صراحة تحدثتوا عن المهرجان وطبيعة المهرجان. أكيد كان بدنا أنه نأخذ وقت أكثر، لكن لضيق الوقت أريد أختم معاكم، لكن احنا مستمرين وياكم مشاهدينا الكرام في برنامج صباح العراقية. شكرا لك يا إسراء. إذا مشاهدينا الكرام، إلى كل عشاق السيلفي أكيد راح يتابعون